رمضان. السلام عليكم وأهلا بكم في قناة سيرياتي. مع اقتراب شهر رمضان المبارك يكثر الحديث عن الأعمال الدرامية المنتظرة، وفي هذا الفيديو سنستعرض معا أبرز المسلسلات التونسية التي ستعرض في رمضان 2025. إذا كنتم من عشاق الدراما تابعونا حتى النهاية لتتعرفوا على كل التفاصيل. نبدأ مع إنتاج التلفزيون التونسي الكبير وادي البي. هذا المسلسل الدرامي التاريخي والاجتماعي يروي قصة صراع بين عائلتين تونسيتين في ثلاثينيات القرن الماضي على الممتلكات. المسلسل من إخراج راوية مرموش وتأليف حمزة السوداني ومحمد المنصوري، ويضم نخبة من المعي نجوم تونس مثل يونس الفارحي، سماح السنكري، ووحيدة الدريدي. من المقرر عرض هذا العمل خلال النصف الأول من رمضان، ويتوقع أن يكون إضافة مميزة للساحة الدرامية. المسلسل الذي أحدث ضجة في رمضان الماضي يعود بجزء ثاني وهو رقوج. يعرض هذا العمل على قناة نسمة الجديدة، ويواصل المخرج عبد الحميد بوشنق تقديم قصص درامية من واقع المجتمع التونسي. الجزء الثاني يحافظ على نفس فريق التمثيل الذي يشمل وليد العيادي، عزيز الجبالي، وياسمين الديماسي، مع إضافات جديدة تجعلنا نترقب المزيد من الإثارة. قناة الحوار التونسي تدخل السباق الدرامي بمسلسل جديد بعنوان فتنة. المسلسل من إخراج المخرجة المبدعة سوسن الجماني التي اعتدنا على نجاحاتها السابقة مثل فلوجة والفوندو. يضم العمل مجموعة من النجوم الكبار مثل ريم الرياحي، نجلاء بن عبد الله، ومحمد علي بن جمعة. يبدو أننا أمام عمل درامي قوي سيشد انتباه الجمهور. آخر عمل معنا اليوم هو مسلسل الزعيم من إنتاج قناة تيفي الخاصة. المميز في هذا العمل أنه أول تجربة إخراجية للممثلين أحمد الأندلسي وحسام الساحلي. يشارك في البطولة مجموعة من النجوم الذين يعودون للساحة بعد غياب مثل ريم بن شعبان، عاطف بن حسين، والهادي الماجري. نحن متحمسون لرؤية هذه التجربة الجديدة. كانت هذه لمحة عن أبرز المسلسلات التونسية المرتقبة في رمضان 2025. كل عمل يحمل طابعاً خاصاً وقصة مميزة. ما هو أكثر عمل تتطلعون إلى مشاهدته؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في قناة سيرياتي وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد. دمتم بخير وإلى اللقاء.